يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده انا حابب اعمل تجربه كده لذيذه معاك. من خلال التجربه دي ممكن نشوف مثلا ايه الليميتس بتاعه الاي اي في ان هو يساعدني في بناء تطبيق، وايه برضو المتطلبات اللي المفروض تكون عندك عشان تقدر مثلا بعد ما يتعمل جنريت للكود ده كله تقول مثلا ايه المشاكل اللي فيه، الكود جاهز يطلع برودكشن ولا لا. يعني انا حابب اشوف الموضوع كده معاك. انا بالفعل دلوقتي مفعل الديف مود وعندي بالفعل كيرسر، فبالتالي اقدر دلوقتي استخدم كورسر مع فيجما من خلال الام سي بي. لو مش عارف الام سي بي فارجع للفيديو اللي قبل اللي فات، هتلاقيني متكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. فدلوقتي انا هنا مثلا ممكن على فكرة اخد شاشة لوحديها، اقول له ابتدي اشتغل لي في الشاشة دي، او ممكن اعمل سيلكت للثلاث شاشات، فهو هيجيب لي من على اليمين كده برومبت في ايه، في الثلاث شاشات اللي هنا. فبالتالي هاخد البرومبت ده كده كوبي عشان يبتدي يشتغل على الثلاث شاشات مرة واحدة. انا حابب اشوف النتيجة. هم على فكرة مش 3 شاشات، هم شاشتين بس. هنا جايب لك مثلا شكل السؤال الاول، هنا شكل السؤال التالت، وهكذا. فهم شاشتين مش 3 بس. عامة تعالى كده نشوف هو هيعمل الموضوع ازاي. هي حاجة زي كده بصراحة مش هيكون عنده مشكلة في ان هو يفهمها يعني. فتعالى كده مثلا نفتح تاب شات جديدة، وهاجي في المكان ده احط البرومبت اللي انا اخدته كوبي، وهقول له ابتدي اشتغل لي في الثلاث شاشات دول. فهو دلوقتي طبعا هيبتدي يعمل فيتش للشاشات دي. فانا ممكن بقى دلوقتي اقول له مثلا اعمل فيتش لما يسالني زي هنا. وهنا بيبتدي يعمل ران اساسا، فماشي عشان يبتدي يجيب الديزاين والكلام ده. هقول له اعمل ران، وهنا برضو اعمل ران. فزي ما انت شايف هو جاب كده بالفعل الشاشات دي. كده الشاشه الاولى اهي، دي الشاشة التانية، دي الشاشة التالتة. ماشي، الدنيا كده لطيفة. فهو هيبتدي بقى يشتغل دلوقتي ويبني لي بقى الديزاينز اللي موجودة هنا. وزي ما انت شايف هو ابتدى يعمل لي هنا زي تو دو ليست. التو دو ليست فيها الحاجات اللي هيبتدي يشتغل فيها عامة، وهو بالفعل كده شغال زي ما انتوا شايفين. هو هنا بس بيقول لي انا كده خلصت، عايز اعمل انالايز للكود عشان اتاكد ان مفيش ايرورز او حاجه زي كده. فهيبتدي يعمل ران هنا عشان بس يتاكد ان مفيش مشاكل. هو كده اتاكد ان مفيش مشاكل، بيكمل شغل اهو. لو لاحظت هو كل شويه بيعمل انالايز للكود بتاعه عشان يتاكد ان مفيش وورنينجز، مفيش ايرورز، عشان ما يقولكش الكود اهو اتفضل وفي ايرور مثلا. حاجه لطيفه بصراحه يعني. فعامه هنشوف كده النتيجه برضو في الاخر عامله ازاي. وزي ما انت شايف هو كمان عمل ران للتست اللي موجود هنا. هو تقريبا ما كتبش حاجه، او لا كتب حاجه، ماشي شويه حاجات بسيطه يعني، مش حوار كبير. المهم ان هو كده بالفعل خلاص خلص. بيقول لك هنا كده الاستراكشر، ودي الالوان اللي انا استخدمتها، والدنيا كده زي الفل. تعالى نعمل كيب اول ونعمل ران بقى، وبعد كده نعمل ريفيو انا وانت على الكود اللي موجود هنا، ونتكلم بقى في ايه الوضع. مثلا زي ما انت شايف ده كده النتيجة مش عارف بصراحة، عنده مشكلة كبيرة كده مش صغيرة يعني. شكل الشاشة مش حلوة. هو أنا توقعت بصراحة إن الجريدينت ده مش هيعرف يجيبه، لأن الجريدينت حاليا يعني فيه شوية شغل إضافي يعني. مش عارف، حاسس النتيجة مش وحشة على فكرة برضو كلاي اوت ستراكشر لحد ما مظبوطة. هو عنده بس مشكلة من فوق كده، إن فيه الخطين الصفر دول، ففي مشكلة في موضوع الماتيريال اب، مش حاطط سكافولد أو حاجة زي كده. فتعال نشوف مثلا. هتلاقيه هنا حاطط كويز سكافولد. ده عبارة عن ايه بقى؟ ده عبارة عن كونتينر فيها سيف اريا وفيها ستاك. ده تقريبا عشان يريوز الكود ده. يعني حركة مش وحشة، بس طبعا حاليا مش صح، انا محتاج اعمل فيها تعديل. بس عامة مش مشكلة. تعال نعمل ستارت كويز كده ونشوف النتيجة. وزي ما انت شايف ده المنظر هنا. يبقى مبدئيا دلوقتي على الرغم ان انا استخدمت موضوع الام سي بي، زي ما انت شايف النتيجة ما بتكونش افضل حاجة. في بعض الاوقات على حسب الديزاين بتكون النتيجة كويسة جدا جدا، انا حرفيا محتاج اعمل شوية تعديلات بسيطة. وفي بعض الاوقات بتكون النتيجة مش افضل حاجة. لكن في المجمل على فكرة النتيجة مش سيئة، لان هو مديني الاستراكشر لحد ما معقولة. فبالتالي انا هبتدي اشتغل فيها. لكن زي ما انت شايف يعني في تعديلات كتيرة محتاجين ان احنا نعملها. تعالى بقى غير نتيجة الابليكيشن نشوف جودة الكود عاملة ازاي. مبدئيا هو هنا قسم لي، عندك هنا سكرينز، عندك هنا ثيم فولدر، حاطط لي فيه الاب ثيم. دي حاجة لطيفة، انا مش شايفها حاجة سيئة. طبعا كل مرة هو حرفيا ممكن يديلك شكل مختلف. يعني انت جرب اعمل فولدر جديد واديله نفس البرومبت، هتلاقي ستراكشر مختلفة، نتيجة مختلفة، وديزاين مختلف كل مرة. حرفيا دي مشكلته، ان هو كل مرة بيبريدكت حاجة مختلفة، فانت اللي لازم تكنترول الموضوع ده. فبالتالي تعالى بقى نشوف كده مثلا شكل الكويشن سكرين عاملة ازاي. الكويشن سكرين حاطط فيها حاجه اسمها انسر اوبشن. طبعا هو ما عملش فولدر للداتا وحط فيها الموديل مثلا، ما عملش كده. هو حط لك المودلز في المكان ده برضو، وحط هنا السؤالين تقريبا. وبعد كده دي الكويشن سكرين عبارة عن stateful widget، وبيهندل الستيتس في المكان ده زي ما انت شايف.
مش عارف اقول لك ايه، بس لا، مش افضل حاجه ممكن تاخدها بصراحه. بس زي ما انت شايف في حاجات كتير انا لسه محتاج اعملها. في شويه تعديلات في اليو اي، انا لسه محتاج اظبط موضوع اليو اي ده بالكامل. اللاي اوت ستراكشر معقوله، لكن لسه محتاج اظبط شويه نقط، وده اللي يخليني اخدك في نقطه تانية، ان انا لو هبني شاشه بشاشه كان هيكون افضل، لان هو بيريد الكود بيس بتاعتي وعلى اساسها يقدر يجنريت كود قريب منها، فبالتالي النتيجه بتكون افضل عامه عكس اللي انا عملته دلوقتي. فبالتالي اللي انا هعمله ايه دلوقتي، ان انا هبتدي احل مشاكل اليو اي بقى. في حاجات مثلا اخليها ريسبونسيف، في كومبوننتس اخليها تشتغل بشكل افضل، والكلام اللذيذ ده. وبالنسبه للستيت مانجمنت فانا برضو هخليها تشتغل بشكل افضل من كده، لان زي ما انت شايف هو بيمانج الستيت بتاعت الاب حرفيا على مستوى الشاشه بالكامل، وانا مش محتاج ده. خلي بالك انت لو فكرت فيها، انا في عمليه السلكت فانا بمانج الستيتس بتاعه الايتمز اللي معروضه، يعني المفروض الجزئيه دي بس اللي بيتعمل لها ريبيلد، اللي هي مجموعه الايتمز. انا مش محتاج حرفيا اعمل ريبيلد لاي حاجه تانية لو فكرت فيها. فبالتالي هو هنا مش بيعمل كده، هو هنا حرفيا انت لو رحت مثلا اخترت اجابه جديده هو بيعمل ريبيلد للاب بالكامل. التطبيق كله او الشاشه دي كلها بيتعمل لها ريبيلد. هل دي حاجه صح؟ لا طبعا مش صح، وهتتكرر معاك في اماكن كتير حاجات زي كده. انا لو مش فاهم اصلا، يعني انا لو مش فاهم ازاي موضوع الستيت مانجمنت شغاله وازاي اعمل لها مانج بشكل سليم، هقدر اقول الكلام ده؟ يعني هل هقدر اقول ان لا هنا في مشكله، خلي بالك الستيت مانجمنت سيئه؟ فانا دلوقتي هبتدي مثلا اروح عليه كده واقول له خلي بالك انا عايزك مثلا تموف الستيت مانجمنت الخاصه بالايتمز كسيبريت ويدجت لوحديهم. هو هيقدر يعمل الكلام ده؟ تعالى كده نجرب. فانا دلوقتي كتبت له برومبت اهو بسيط، بقول له ان عايز الليست اوف انسرز او الاوبشنز ايا يكن هو كاتبها ازاي. قلت له حركهم لسيبريت ويدجت، يعني في ويدجت لوحديها، وخلي المانج بتاعت الستيت يكون انترنالي جواهم. هضغط انتر كده فهو هيبتدي يطبق النقطه دي. الفكره كلها ان انا عارف دلوقتي هعمل ايه، فانا قلت له هعمل ايه. فبالتالي دلوقتي يا شباب الاي اي فعلا يقدر يديني نتائج ممتازه، تمام، وبيسرع من العمليه بشكل رهيب. لكن لازم انت تكون شاطر بما فيه الكفاية اساسا انك تعرف تقول لا هنا في مشكلة انا محتاج اظبطها، او لا الحتة دي ابنيها لي بشكل مختلف، او لا ماشي الحتة اللي انت اشتغلتها دلوقتي زي الفل ما فيهاش مشاكل. فهنا انت لازم تكون شاطر اساسا، يعني انت لازم توصل للمستوى ده، ودول الناس اللي حرفيا الشركات دلوقتي عايزاهم. الشركات دلوقتي عايزة واحد يقدر يستفيد من ال AI tools في ان هو يشتغل بسرعة جدا، وفي نفس الوقت يطلع لنا جودة ممتازة. مش واحد مثلا حرفيا عمال يشب في كود وبيطلع وبيخلص شغل لكن شغل سيء. هو بقى سريع لكن بنتيجة ايه؟ بنتيجة سيئة. يعني زي ما انت شايف دلوقتي هو حل لي المشكلة اهو، عمل answers option list، تمام. لسه طبعا على فكره في تعديلات كتيره قوي انا ممكن اعملها في المكان ده، بس دي مثلا من الحاجات البسيطه اللي حابين نشوفها. دلوقتي انا هقدر امانج الستيت اهو عادي جدا، بس بعمل ريبيلد حاليا لمين؟ للانسر اوبشنز بس. يبقى انا لازم اكون فاهم عشان اقدر اعمل الكلام ده. فبالتالي يبقى ده التارجت بتاعك، المفروض انت توصل لنقطه ان انت تكون شاطر جدا وتقدر تستخدم الاي اي بشكل سليم، وقتها تلاحظ ان في طلب كبير عليك. لكن غير كده بصراحة مش هتكون أفضل حاجة. فبالتالي أنا حبيت أتكلم معاك عن الموضوع ده النهاردة، لأن طبعا بيجيلي أسئلة كتير أوي في الموضوع ده، زي طب إحنا لازمتنا إيه؟ زي ما أنت شايف، ما إحنا لينا لازمة كبيرة جدا. يعني أنت لو مش موجود هيتعمل شيب للكود ده إزاي؟ مش هينفع. وحتى لو فضلت أقول له افضل صلح فيه افضل صلح فيه، مش هتكون حلوة مادام أنت مش عارف توجهه. لازم أنت تعرف توجهه، وعشان تعرف توجهه لازم تكون شاطر وفاهم. فما زالت نفس المشكلة، احنا بندور على شباب شاطرة، فنفس الأزمة، يعني احنا محتاجين شباب شاطرة. فبالتالي ما تخليش موضوع ان ال AI دلوقتي يخليك تقدر تعمل جنريت لكود وتخلص الحاجات بشكل أسرع ينسيك ان انت لو مش شاطر مازال مش هتلاقي فيه طلب عليك. لازم تكون شاطر عشان تقدر فعلا تستفيد من ال AI ويكون فيه طلب عليك من الشركات. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.